ملعب سان بيدرو أو ملعب لوران بوكو نسبة للمهاجم الأسطوري لمنتخب ساحل العاج. يقع الملعب في مدينة سان بيدرو والتي تقع جنوب غرب البلاد، وهي مدينة ساحلية. يتسع الملعب ل20,000 متفرج، وهو من الملاعب الحديثة التي تم بناؤها في ساحل العاج، حيث انطلقت أعمال بناء الملعب سنة 2018 وتم افتتاحه رسميا سنة 2023 بمباراة جمعت بين الساحل العاج وليسوتو، وانتهت بفوز الفيلة الإيفوارية بهدف نظيف. بني الملعب على مساحة 22,409 متر مربع، وعلى بعد 200 متر عن المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة. تصميم الملعب أثار الكثير من الجدل داخل ساحل العاج وخارجها بسبب عيوبه التي كان من الممكن تفاديها، لا سيما أن الملعب يعتبر من الملاعب الحديثة. وجاء تصميم الملعب فارغ من مقاعد الجماهير خلف المرميين، وهو ما يشكل مشكلة أثناء إجراء المباريات، حيث لن يحمي أرضية الملعب من